ازيكم يا شباب، ازيكم بنات، ازيكم صحابي اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله زي ما شفتوا من العنوان هنقارن بين مدينه الاسكندريه في مصر ومدينه وهران في الجزائر. يعتبر دي اول مره اعمل مقارنه بين المدينتين دول. وقبل ما نعمل مقارنه، قبل ما نشتغل، اول حاجه نصلي على الرسول، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ثانيا ندعي لاخواتنا في غزه، نفضل يا جماعه نتكلم زي ما انا بعمل. خلاص نوعت الفيديوهات، رجعت زي الاول مقارنات، بس لازال دعم غزه ودعم اخواتنا، دعمنا ليهم يستمر. فاكرينهم وهم في قلبنا. غزه اللي بيحصل في غزه والمآسي اللي بتحصل في غزه، وافضل انشر وافضل اتكلم لاي حد يا جماعه. حتى لو انت عندك متابع واحد ولا متابعين ولا صديق ولا صديقين، سواء بقى على فيسبوك، على انستجرام، التطبيقات النكس دي بتاعت مارك، او اليوتيوب، او ايا كان، نزل افضل اتكلم. للاسف الدعم قل قوي 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 يا جماعه بعد حوار الهدنه المؤقته اللي حصلت، ورجع القصف زي الاول تاني وازيد من الاول. فهنفضل دعم يا جماعه لاخواتنا في غزه ونتكلم عنهم ونفضل في المقاطعه. ما تنسوش يا جماعه، دي هنوه عليها في كل فيديو. بس كده نبدا ان شاء الله. نشوف الاسكندريه. مدينه الاسكندريه تعتبر من اكبر مدن في مصر، تاني اكبر مدينه من حيث السكان، وتاني اكبر مدينه من حيث الاهميه في مصر بعد القاهره العاصمه. وهران يعتبر نفس النظام تاني، او هي يعتبر عاصمه الاقتصاديه، زي مثلا في المغرب كازابلانكا تعتبر العاصمه الاقتصاديه، بس الرباط هي العاصمه الاداريه فيها الحكومه وبتاع. كذلك وهران على ما اعتقد. اخواتي الجزائريين يا جماعه وضحوا لي في التعليقات، هل وهران العاصمه الاقتصاديه يعني فيها يعتبر هي اهم مدينه، بس الجزائر العاصمه هي اهم مدينه في الجزائر عشان هي لمجرد ان هي عاصمه اداريه، ولا وهران زي ما انا قلت عاصمه اقتصاديه؟ فقولوا يا جماعه تحت في التعليقات زي ما وضحت لكم. ونبدا نشوف دلوقتي فيديو اسكندريه وفيديو الاسكندريه وفيديو الوهران، ونشوف انهي الاحسن. وانا طبعا شت مجروحه وكل هيطبل لبلده وبتاع، بس المدينه طبعا هيبقوا تحفه. نشوف مع بعض. اسكندريه طبعا انا عارفها ورحتها كتير، وهران ما رحتهاش وشفت لها بس صور بسيطه كده. نشوف مع بعض برده الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا في التعليقات تحت، ونبدا ونخش. واللي يعجبه يا جماعه امانه يقول في التعليقات اكشن. ده الفيديو يا جماعه بتاع الاسكندريه. طبعا هو في اغنيه لمصطفى قمر هيجي حقوق طبعا، فانا شايل الاغنيه دي فكتم الصوت. ده كوبري ستانلي يا جماعه، كوبري ستانلي تحفه. اعتقد المشاهد دي متاخده من كليب بتاع تامر حسني، بس عادي يعني. ده ميدان في الاسكندريه، الصراحه مش عارف ميدان ايه. وزي ما انتوا بص في الاول، انتوا ممكن تلاقوا مكتبه اسكندريه. دي اول حاجه يا جماعه، دي المناره اللي انتوا شايفينها، دي المناره مناره اسكندريه. وده مش عارف الصراحه، دي محطه مصر، محطه القطر. وفي الاول مش عارف دي كانت مبنى ايه، مش عارف الصراحه. ده كوبري ستانلي، كوبري ستانلي فظيع. اسكندريه بالليل فظيعه الصراحه. دي الشواطئ. طبعا من جوه بقى هو خد الاول حته من كوبري ستانلي، وبعد كده نزل بقى الشارع. دي طبعا يعني الشوارع بقى التانية، اصل طبعا المدينه كلها مش تبقى جميله. في اعتقد احياء تبقى حلوه، احياء مش احسن حاجه. كذلك برضو في وهران. طبعا انا شط الشقه على البحر، طبعا حاجه تحفه التحف. واحد يبقى عنده شقه على البحر كده، بس طبعا تبقى غاليه جدا طبعا يعني، بس فظيعه يعني. طبعا دي اهي مباني اهي، وده الكوبري، بس ده مش ده يعتبر كوبري قريب من البحر مش على الشط يعني. طبعا الحاجات على البحر دي طبعا مشروعات يعني ايه، استثماريه. حد مثلا يفتح مثلا مطعم، فندق، ايا كان على البحر. اللي شفتوه على اليمين اهو. وده يعتبر اسمه ايه ده، اسمه ايه على الكورنيش، مش بتلخبط. الكورنيش طبعا ده كورنيش كورنيش من كورنيش اسكندريه. محكمه. طبعا اي حاجه على البحر ففظيعه الصراحه، انت تلاقي حاجات زي كده على البحر تبقى جميله يعني. والكورنيش كل واحد يتمشى على الكورنيش براحته. ده الترماي، بس ده الترماي القديم. في ترماي جديد جامد جدا في اسكندريه، جامد الصراحه، حديث. حتى عندنا في مصر مفيش ترماي في مصر، او الترام اتلغى في القاهره قصدي بالذات. بيقولوا هيرجعوه في مونوريل، في حاجه مختلفه. هنشوف يعني. دي طبعا قلعه قايتباي، ما رحتهاش. اتمنى اروحها صراحه في الزياره الجايه. قلعه قايتباي طبعا مسجد من مساجد اسكندريه. انا بعرفكم يا جماعه الحاجات دي عشان بس ايه تبقوا معايا على الخط. محطه الرمل يا جماعه مشهوره، محطه فاهم اقتصاديه بقى، فيها محلات ومطاعم. احس ان هي كده زي مول، بس مول كبير، الناس كلها بتروح تخرج هناك. طبعا مصطفى قمر، ده الكليب اللي هو اتاخد من الاغنيه بتاعته بقى، فمش عارف يعني الصراحه انهي اغنيه، او الكليب ده اعلان مش عارف. بس هو اللي عامل فيديو مجمع حتت من هنا وحتت من هنا من كليب تامر حسني مع مصطفى قمر كده يعني، او خالد محمد. ايديا فكره خالد محمد، توفيق خالد، مونتير حازم محمد. طبعا زي ما شفتوا فيديو صغير كده لخصنا لكم اسكندريه بسهوله يعني كده، عشان بس الواحد ما يتوهش يعني بفيديو طويل ولا حاجه. نخش على وهران، نفس الفكره. نبدا
ده يا جماعه جامع الجزائر. انا فاكر برضو انا عملت فيديو قبل كده عن اكبر جامع تقريبا، ده جامع الجزائر. المفروض دي يا اما ده اكبر جامع في افريقيا يا دي اعلى مأذنه في افريقيا، حاجه زي كده. في الغالب هو اكبر كمساحه جامع في افريقيا، لان اعلى مأذنه او اعلى جامع ممكن جامع الحسن الثاني في المغرب على ما اعتقد. يا جماعه اخواتي في الجزائر واللي تحت تلاقيت، واخواتي في المغرب برضه لو حد بيتفرج عليا واللي تحت تلاقيت، ده اعلى مأذنه ولا اكبر جامع؟ عشان بس في ما يحصلش لبس ولخبطه. طبعا زي ما انتم شايفين هو الميادين، الدنيا حلوه وجميله، القطار درون دي فظيعه، والابراج دي برضه يا جماعه فظيعه. على البحر كذلك نفس الافكار. اعتقد دي بقى دي حاجات اثريه، مباني وعماير وقلاع اثريه، بس مش عارف بقى دي من انهي عصور او بقى لها قد ايه. اخواتي الجزائر يا جماعه قلت تحت التلاقيات الحاجات الاثريه دي بقى لها قد ايه. طبعا انا شفت ما شاء الله الجزائر يعني يعني ما شاء الله مساحتها قد كده يعني، وبالذات المساحه المطله على البحر كبيره جدا ما شاء الله، فتلاقي حتى في جبال على البحر يعني. فاعتقد دي مع مرور الوقت هتبقى يتم استغلالها يعني، فاهمني؟ طبعا عماير الابراج دي شفتها برضو في فيديو معين، طبعا شكلها جميل على البحر. بكام يا جماعه عندكم الشقه اللي على البحر دي؟ تعمل لها كام؟ والله حاجه فشيخه الصراحه. طبعا مبنى تاني مش عارف الصراحه اسمه ايه، اي حاجه ما مش عارفها. اتمنى اخواتي من بقى الجزائر مثلا حد يتفرج عليها من وهران، ساكن في وهران، يوضح لي بس الابراج دي اسمها ايه ومختصه بايه. طبعا الكورنيش برضو مش عارف عندكم يا جماعه الكورنيش معناها ايه. بتقولوا الكورنيش اللي هو الشارع المطل على البحر ده، بتقولوا ايه عندكم في الجزائر؟ طبعا زي ما انتم شايفين هي على مرتفعات، فالمرتفعات اللي تحت من بقى جبال وخضار بقى زرع ولا اشجار. طبعا شكلها فظيع الصراحه. وبعد البحر الابحار، وادي بقى من جوه بالظبط. انا عايز ينوع ده من جوه. اعتقد دي مباني سكنيه على ما اعتقد، بس ما شاء الله التنظيم والترتيب فظيع الصراحه. اعتقد هتلاقي برضو مباني او حاجات برضو اقتصاديا مش اقوى حاجه، لان كل المدن كده فيها الغني وفيها الفقير يعني، على ما اعتقد يعني. بس كده انا شايف الصراحه المدينتين حلوين، كل مدينه تمتاز بحاجه. المدينتين برضو جبتهم عشان هما اتنين على البحر. فايه رايكم انتوا؟ محدش يطبل لبلده يا جدعان، انا شايف الاتنين حلوين. انا امسك عصايه من النص، الاتنين حلوين طبعا. وطبعا ممكن واحد يتحيز لبلده، فعايزين حد بقى ولا مصر ولا جزائري يقول بقى عشان يوصف عن الاحلى. عموما كل المدن جميله الصراحه، كلهم يعني زي العسل. لو عايزين مقارنه هنا او اي مدينه او اي حاجه معينه، مثلا من مصر من الجزائر حاجه من هنا حاجه من هنا، قولوا يا جماعه تحت التعليقات. او لو المغرب برضو قولوا تحت يا جماعه في التعليقات. لو عايزين مقارنه ثلاثيه، نرجع للمقارنات الثلاثيه بنقارن بين 3 بلاد او 4 بلاد. لو انتوا بس متابعين قدام يعني قولوا لي برضو تحت في التعليقات. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي تاني مره، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين، ونلتزم بالمقاطعه. وسلام.